ازاي ما يضحكوش عليك؟ ما يضحكوش عليك في التشطيب ازاي؟ لازم تقعد قعده معلم وقعده على السهاله، القعده على السهاله بتفرق معاك كتير جدا، تبان ان انت خربوش، مش المعنى اللحظي اللي بقول لك عليه ان انت تيجي تروح طالع قاعد، يعني انت لو بتشطب شقتك مش تيجي تقعد على السهاله وخلاص، لا، عشان تقعد على السهاله دي يعني انت لمحت له السقف، بصيت على المستويات، عرفت النسب، عرفت التقسيط، عرفت كل مشاكل الدنيا، فكل ما انت تبقى فاهم القصه دي هتبقى معلم، هتبقى باشا. الصنايعي يحترمك ويخاف منك طول ما انت فاهم المعلومه، واستلام البند يكون ازاي، ده رقم واحد. رقم اتنين، لو انت بتشطب بقى، ولو انت مقبل على التشطيب، او انت مقبل على اي مرحله من مراحل التشطيب دي كلها، لازم تكون معلم. معلم في ايه؟ معاك لوحاتك وعارف النسب بتاعتك، معاك تقسيطك وعارف النسب بتاعتك، معاك افكار وتكون عارف النسب بتاعتك هتمشي بيها ازاي، خطوات العمل وسر العمل هتبدا ايه الاول وتنتهي بايه التاني، إدارة العمل كله كشكل أو منظومة تكون مرتبه إزاي إن أنت تشتغل عليه. رقم 4، الشرب والليفل والنسب والحاجات دي وأصل الصناعة. تعالى بقى نلخص الكبسولة دي ونقولها في الخلاصة. القعدة بتاعتك مش أنا باجي ببص على الناس الصناعية وخلاص، قد ما أنا باجي أشوف مراحل سير العمل وتكملتها المراحل اللي بعدها، ما ببصش على البند ببنده قد ما ببص على البنود متكاملة ورا بعض. معلومة من محمد توامي.